على ملأ من الناس وأمام أنظار الجميع راح يضربني بالصوت على رأسي ووجهي. لو كنت أنا مكان بوتيفار لقتلت قائد جند عديم الجدوى على شاكلته. لكن بوتيفار غدر بي واستغل غفلتي. لو كنت أعلم ما الذي ينويه لما أمهلته طرفة عين. إنه أحقر من أن يجرؤ على التصدي لي وجها لوجه. تتكلم مثل الأسد أمام بيت سيدك، لكنك لست سوى ثعلب أمام بوتيفار. كف عن ادعاء البطولات وقل لي كيف نصنع. أنا لست سوى كلب ينبح أمام باب دارك وتسألني المشورة، وما أدراني كيف نصنع معه سيدي. لا ريب عندي أبدا أن بوتيفار وسيده يكنان العداء لآلهتنا، ولا سيما الإله آمون. لكنني لا أعرف ماذا عساي أصنع. لا أرى أن الأمر يحتاج إلى تفكير. علينا أن نعاقبهما وبقسوة أيضا. ومن الذي يستطيع معاقبتهما؟ أنت أم عديمو الجدوى من جنودك؟ لو كان عندي وفرة من الرجال والجنود لطهرت مدينة طيبة من دنس أمن حوتب. لو كنت حقا من أهل الوغى لبرهنت على ذلك اليوم. بوتيفار وسيده أمن حوتب في ذروة القوة والاقتدار، وليس معلوما أن يكون النصر حليفنا إذا ما استعرت نار الحرب بين المعبد والبلاط. لذا أرى من الأجدى أن نعمد إلى مداراتهم حتى تحين الفرصة الملائمة للاقتصاص منهم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.